السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعين والمتتبعات قناة مطبخ إدميري. كنتمنى تكونوا في أحسن حال وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم لي كاب كيك اللي كيجيو رائعين ولذاذين بزاف، يمكن ليكم توجدوهم ليكم ولوليداتكم. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. عندي هنايا 3 ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وعندي هنايا 2 خمارات، وعندي 2 معالق كبار ديال كاكاو مور، وعندي هنايا فلون ديال الشوكولا، وعندي كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب حتى هو يكون بدرجة حرارة المطبخ، وعندي هنايا كاس ديال سكر سنيده، وعندي هنايا قبيصه ديال الملح، وعندي فانيلا وحده، وهنايا عندي 3 الكيسان ديال الدقيق خاص بالحلويات. وهنايا غادي نضيف 3 ديال البيضات، وغادي نضيف قبيصه ديال الملح، وغادي نضيف فانيلا وحده، وغادي نضيف كاس ديال سكر سنيده، وغادي نخلط هادشي مزيان. وغادي نضيف كاس ديال الحليب، وغادي نضيف كاس ديال الزيت، وغادي نضيف فلون ديال الشوكولا، وغادي نضيف كاكاو مور. هاد لي كاب كيك كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وهنايا غادي نضيف 2 خمارات، والدقيق غادي نضيفو تدريجيا، وفي الاخير غادي نقول لكم شحال ضفت. غادي نضيف الدقيق، غادي نضيفو تدريجيا، وكما العاده كتبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي متوفره عندكم. غير هنايا خصو يجي الخليط عاقد شويه، يعني قاصح شويه، ماشي بحال الكيكه العاديه. غادي نستمر بنفس الطريقه ونرجع لكم. وفي الاخر كنتحصل على هذا القوام هذا. بالنسبه للدقيق راه كفاوني 3 ديال الكيسان بالحساب، وفي الاخر تيبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي متوفر عندكم. خطات يعني ساهلين.
انا خديت ورق الزبده. خديت ورق الزبده وطويتها على جوج، وبقيت طويتها المره الاولى هكا على جوج، والمره الثانيه عاوتاني طويتها بحال هذا الشكل هكا حتى حصلت على هاد المربعات هادو. ومن بعد كنشد وحده بحال هذا الشكل هكا، هما كاملين كيجيو في تقاده وحده. كنطويها بحال هذا الشكل هكا. الا بان لكم مثلا دابا هذه زايده يمكن لكم تقطعوها بحال هذا الشكل هكا. دابا هذه زايده يمكن لي نقطعها بحال هذا الشكل هكا. بحال هذا الشكل هكا. كنورق عليها هاد الطويه، كنورق عليها مزيان، وكنعاود نطويها عاوتاني بحال هذا الشكل هكا، وتنعاود نفس العمليه. كنورق على هاد الطويات مزيان بحال هذا الشكل هكا. وكناخذ كاس وتنديرهم بحال هذا الشكل هكا. هذه خاصها تكون هنايا الوسط، وكنشد هاد البلاصه هذه وكنطويها بحال هذا الشكل هكا. عاوتاني كنطويها بحال هذا الشكل هكا. وكنمشي للجهه الاخرى عاوتاني كنطويهم بحال هذا الشكل هكا كما كتلاحظوا. وكتبقى ليا هذه كنطويها بحال هذا الشكل هكا، وتنورك هكا في الجناب بحال هذا الشكل هكا. وها هو كنتحصل على هذا الشكل هكا. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي ندوز ندير غادي نحاول نهز بالمعلقه، وغادي ندير نفس القياس. يعني هنايا الا درت معلقه يعني كاملين خاصني ندير لهم معلقه، الا درت جوج معالق خاصني كلشي ندير له جوج معالق، يعني باش يجيو مقادين ومساويين. انا غادي نخليهم غير هكا، وانتم الا بغيتو ديروا لهم حبيبات الشوكولاته ديروا لهم، وتيبقى لكم الاختيار. انا غادي نستمر بنفس الطريقه ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما كملتهم غادي ندخلهم الفران اللي سخنت من قبل. درت على 180 درجه، ومن التحت ومن الفوق. غندخلهم الفران من بعد ما يطيبوا، ونتلاقاو معكم في الشكل النهائي ديالو. متتبعي قناه مطبخ ادميري، هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك. كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. هانتوما كيتحيدوا بسهوله كما كتلاحظوا. هانتوما كيتحيدوا بكل سهوله، كيجيو خفافين. انا غادي نقسم معاكم. هانتوما كيجيو خفافين ولذاذين كما كتلاحظوا. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالاشتراك والضغط على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. شكرا لكم بزاف، ومع وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله.